السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ طبق النهاردة مختلف شوية، مش مختلف من مكوناته، مختلف في تقديمه. مفيش بيت في مصر مفهوش ولو شخص واحد ما بيحبش الاكله دي. ايوه، زي ما انتم ما سمعتوا كده، تقديمه مختلفه تماما. بدل ما اقول لكم ان كل الناس بتحب الاكله دي، لا، انا بقول لكم في شخص ما بيحبش الاكله دي. انا النهارده بقى جايه عشان احل لكم المشكله دي، وهخلي لكم الشخص ده هو اللي يطلبها بنفسه ويقول لكم انا عايزها بتركايه صغيره قوي. يلا بينا عشان ما اطولش عليكم نبتدي الطبق بتاعنا. دي حوالي كيلو من الكوسة. انا مقطعاها زي ما انتم شايفين كده اهوت. انا سبت واحدة بس عشان اعملها قدامكم. انا دايما بحب اذا كان محشي او طبيخ او شوربة خضار، لازم ابشر الكوسة كده من بره باي حاجه مشرشره. لو ما عندكمش السكينه اللي هي المشرشره دي، يبقى المقوره بتاعت الكوسه فيها جزء كده بيبقى دايما مشرشر. بتدي شكل حلو كده جمالي كده للتقديم. انا بحب اعمل كده بصراحة. قطعوها بالطريقة اللي انتوا تريحكم. بس انصحكم للطريقة بتاعت النهاردة بالذات ان احنا بنقدمها لحد مش بيحبها، فلازم تقطعوها بالسمك دوت. لو حبيتوا تقطعوها ارفع، يعني اخدتوها في المبشرة، الجزء اللي هو الكبير ده اللي هو بتاع الشيبسي، يبقى تمام قوي. بس انا بحبها بصراحه لا تخينه ولا رفيعه قوي، اللي هو الحجم السمك الوسط ده كده. ده كده مظبوط قوي. باخدها كده بالورك. وخلاص كده انا كنت مجهزه الكيلو ده غسلاه كويس قوي، وبعد كمان ما ببشرها من بره بغسلها تاني علشان القطع الصغيره اللي بتبقى موجوده. عندي بقى هنا كده في حله على النار قطعه من السمنه. هولع النار. وعندي هنا كده دي حوالي بصلايه وسط على قد الطبخه بتاعتكم. هتعملوا نص، هتعملوا كيلو، هتعملوا اللي هتعملوه. بصل على قد حجم الاكله. دي حوالي بصلايه كده وسط. انا بحب اقطع دايما البصل للطبيخ بايدي مكعبات، ما بحبش ابشره خالص. البشر يا جماعه بيفرق، وسبق وقلت لكم الكلام ده قبل كده. البشر بيدي طعم للاكل مش زي التقطيع. خلي البشر دوت للحاجات اللي هي فيها تتبيلات. هنتبل فراخ، هنتبل بانيه، فراخ مشويه، يعني مش فراخ طواجن ولا صواني خالص. بلاش، ابعدوا عن البشر. بيفرق كتير جدا في الاكله لا يعني مش حلو، انا ما بحبوش بصراحه. فبقطع البصلايه كده وسط زي ما انتم شايفين، هنزل بيها على السمنه، واول ما تبدا ان هي هتخش في الكرمله هنزل بالكوسه بتاعتي. ولو نفترض ان عندي اللحمه المفرومه نيه مش معصجه، انا اللي خلاني اعمل الاكله دي النهارده كان عندي حته لحمه معصجه كده، اخترت بصراحه اعمل فيها ايه، فكان عندي كوسه وعندي لحمه، وقلت لازم اصور لكم الفيديو دوت. طيب ولو نفترض ان اللحمة عندي نية مش متعصجة، هنزل بيها بعد البصلة. يعني هنزل بيها في المرحلة اللي بدل الكوسة هنزل باللحمة الأول، وأول ما تخش في السوا هنزل بالكوسة بتاعتي. كده خلاص انا قلبت الكوسة مع البصلة اخدوا كده من بعض، والكوسة لونها اتغير شوية. نزلت بالفلفل الاسمر والملح. وعندي توابل السبع بهارات. مش موجودة، مش عندكم ما تستخدموهاش خالص خالص خالص. انا دايما في طبيخي ملح وفلفل اسمر في غالب الاوقات. فخليكوا الاساس بتاعكم ملح وفلفل اسمر وسبع بهارات. ما عندكمش السبع بهارات ما فيش اي مشكله خالص. هفضل اقلب بقى كده علشان التوابل. انا دايما بحب احط التوابل في الاول علشان خاطر تطلع ريحتها كده في التحمير، او يعني في السوى السمنه او الزيت ايا كان. هنا عندي هنا كده دي طماطمايه كبيره مبشوره. ليه استخدمت طماطمايه كبيره مبشوره؟ علشان انا عندي الصلصه مجهزاها مفرزاها عندي في الفريزر. اخدت منها كميه فقلت هزود بالطماطم المبشوره عشان تدي سمك. برضو الحركه دي بتبقى حلوه قوي كده في الاكل. نزلت بالطماطمايه بس كده بتبلها، ادبلها مع الكوسه. وبعد كده نزلت بقطعه اللحمه اللي عندي المعصجه. دي حوالي ربع كيلو من اللحمه المعصجه نزلت بيها.
على الكوسة وهبدأ اقلب فيهم كله يندمج مع بعضه. الاكلة دي ما بتاخدش، خلي بالكم، سوا خالص. لو كنت هعمل عصير طماطم ما كنتش هحط الطماطم المبشورة دي، كنت بضرب الطماطم في الكبة، تمام، عشان تبقى تخينة. عندي هنا دي حوالي كوباية من الصلصة الجاهزة اللي هي متفرزة في الفريزر، وحوالي نص كوباية من المية. يعني عندي الصلصة دي صلصة جاهزة سميكة ما فيهاش مية، وعندي طماطمايه المبشورة، طماطمايه برضو كبيرة، وعندي نص كوباية من المية بس. انا مش هزود مية اكتر من كده علشان خاطر الكوسة هتنزل مية. وخدوا بالكم من النقطة دي كويس قوي، خلوا الصلصة زي ما انتم شايفين كده يا دوبك مغطية بس الكوسة. سبتها تغلي مع بعضيها وتاخد وتدي، غلت غلوتين تلاتة كده، وقبل ما تخش في السوا، يعني في نص سوا الكوسة بالظبط، هنزل بنص كوباية من الحمص. هي كانت ربع كوباية انا مبوشاها، فلما زاد بقى نص كوباية. يعني هتحطوا على كمية الكوسة دي ربع كوباية من الحمص. هتسيبوها بس ساعة او ساعتين، يا دوبك بس ايه يعني تبوش تطلع ال ال الغازات اللي فيها، وهتحطوها بعد كده، هتنزل بعد كده على الكوسه تكمل بقيه سواها. يعني هتنزلوها بالظبط في نص سوا الكوسه. هنا بقى دي التركايه اللي هتغير لي مفهوم الكوسه تماما، وهي التقليه. التقليه اللي هي الطشه بتاعه الملوخيه، هي دي اللي هي توم وكزبره ناشفه، وفي حته سمنه حلوه كده او حته زيت براحتكم، استخدام الماده الدهنيه دي اللي يريحكم فيها، تمام. وهقلي بيها للكوسه. دي مغيرة طعم الكوسة تماما يا جماعة، جربوها بجد بجد مش هتندموا. الكوسة عندي خلاص كانت جاهزة كده خلاص ومستوية. هنزل بالطشة بتاعتي، هنزل بأي زيادة في قلب الطاسة، وشكرا كده. هوت عايزة اقول لكم بقى، غطوا بقى عليها، قلبوها بس تقليبة كده وغطوا عليها بقى وسيبوها. الحمص هيبقى فاضله، يعني طفوا عليه وهو لسه فاضله تكة سوا، علشان لمجرد ما هتغطوا على الكوسة وهي لسه سخنة كده، هو هيكمل سواه خالص خالص ويستوي. خلي بالكم من النقطة دي، ما تسووش الحمص قوي. هنا بعد ما قفلت عليها بعد التقلية، سبتها دقيقة بس، دقيقة بس على النار، وفتحت لكم عليها دلوقتي. وهنا بعد ما سبتها هدت شوية عشان اغرفها. بصوا بقى كل حاجة كده يعني ايه مظبوطة، الصلصة مظبوطة، الحمص مستوي، الكوسة مستوي، هوريها لكم دلوقتي وهي مستوية. انا مستنية بجد تشجيعكم، ومستنية رأيكم، وبالاخص للناس اللي عندهم حد عنده مشكلة في الكوسة. انا مستنية ارائكم بعد ما يدوقوها بالطريقة ديت. طبق يا رب يعجبكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، ومستنيه دايما ارائكم في التجارب بتاعتي وتعليقاتكم. ويا ريت اللي عجبه القناه يا ريت يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد مني. شكرا ليكم.